السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناتي، قناة هبة الخضري. إن شاء الله النهاردة وصفة كده حلوة وجميلة وخفيفة وسهلة وهتعجب أولادنا بإذن الله ورهيبة يعني الصراحة. وهي وصفة الجيلي بالفواكه، وأي فاكهة عندك بأي كمية عندك قليلة هتنفع إن شاء الله الوصفة دي. وتعالوا بقى ان شاء الله كده نشوف الوصفة بتاعتنا دي عملناها بفواكه ايه وعملناها ازاي ودخلنا كام طعم نوع جيلي هيبقى حلو في الحر دوت لاولادنا ساقع بدل ما ياكلوا الجيلي كده يعني ملهوش فايدة. لا بالفواكه، حتى الفواكه اللي ما بيحبهاش ممكن نحطها معاهم، يعني نحطها في الجيلي هياكلوها ويحبوها زي ما انتوا كده شايفين. جيلي متماسك وحلو كده وجميل جدا. انا كان عندي تفاح، وكان عندي عنب احمر، وكان عندي عنب اسمر. انتي باي فاكهه عندك، لو اناناس، مانجا، جوافه، كمثرى، كيوي، اللي انتي عايزاه. هنا انا كنت جايبه 3 اطعمه واخترت منهم طعمين من الجيلي. كنت جايبه اناناس، وكنت جايبه مانجا، وكنت جايبه فراوله. شوفي اولادك بيحبوا الفواكه اللي يعني الجيلي اللي بيحبوه، دخليه كذا نوع كده اللي بيحبوه مع بعض. ولو عندك فواكه هما ما بيحبهاش او ما بياكلهاش كده دخليها في قلب الجيلي، هيبقى حلو جدا جدا. انا مسكت يعني كل القالب ده بتاع الجيلي، اخد معايا باكوين جيلي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، واخد مني بس تفاحيه واحده. يعني انا كنت حاطه 3 تفاحات بس، لا تفاحيه وحجمها صغير على فكره. قطعت تفاحية واحدة قضت يعني وكفاية وبزيادة. مسكت أول حاجة حطيت اللي هو اللون الفاتح اللي هو الأناناس. جبت الأناناس كده زي ما انتوا شايفينه وفضيته، وفضيت عليه قريت اللي على العبوة ان هو ربع كيلو أو ربع لتر أو 250 لتر مية سخنة. الأول بيتدوب في مية سخنة، فانا حطيت 220، مرضتش اكتر الصراحه في الميه، وحطيت ميه بتغلي جدا من الكتل، وابتدي ادوب الجيلي خالص. اي حد يقدر يعمل الجيلي دوت يا جماعه باسهل طريقه. في ناس بتحب تحطه على النار، ان هي بتدوبه على النار. لا يا حبيب قلبي، كده انا طول عمري ما بحطوش على النار، انا طول عمري بعمله كده وبيطلع حلو ومتماسك وجميل جدا. بس احس ان الميه السخنه دوبت لي كل الجيلاتين او الجيلي اللي انا فضيته. بعد كده بنزل زي الكوبايه اللي هي الميه السخنه او الميه المغليه، بحط عليها ميه ساقعه، ساقعه متلجه. تمام، بعد ما ادوب خالص الجيلي في ميه بتغلي، مش سخنه بتغلي، ادوبه خالص، اروح حاطه نفس كميه الكوبايه الميه اللي بتغلي كوبايه ميه ساقعه متلجه بس. وفضيتها كده في القالب، وبحط فيها الفواكه اللي انا عايزاها لاولادي. حلوه وهتبقى مغذيه. الجيلي لوحده مش مغذي ولا حاجه، هو بس الاولاد بيفرحوا بيه كده وخلاص. فاحنا عن طريق الجيلي ده ممكن ندخل لهم فاكهه او فواكه هما ما بيحبهاش، هيحبوها بالطريقه دي ان شاء الله. والجو حر الايام دي هيحبوها جدا. كده حطيت العنب والتفاح ودخلته على الفريزر. اول ما حسيت ان اتماسك ومبقاش سايل وبقى متماسك كده معايا، طلعته وابتديت اعمل نوع الجيلي التاني. انا اخترت هنا يبقى لون او اللي هو طعم الفراولة عشان يبقى لون الاصفر والاحمر. الاناناس الاصفر والجيلي الفراوله هيبقى الاحمر معايا. هنا قللت بقى الكميه خالص، كنت كوبايه وربع وكوبايه وكوبايه ميه ساقعه، لا حطيت هنا كوبايه ميه بتغلي. واول ما صبيتها برضو اقعد ادوب فيها جامد جدا، هي بيذوب بسرعه يعني على فكره، واحط لها الميه المتلجه. هنا بقى هتضيفي السائل اللي انت عملتيه دوت على القالب اللي انت عملتيه. ممكن ما يبقاش القالب دوت، ممكن يكون قالب مستطيل، ممكن تكون صينيه عاديه خالص، ما فيش مشكله، مربعه مدوره. لو ما عندكش القالب ده يعني مش هيشترط يعني، فاهميني، تحطوها في اي حاجه. ممكن تحطوها في علبه بلاستيك لانك مش هيبقى طبعا سخن وبيغلي، لانك انت بتحطي عليها كوبايه ميه متلجه. تمام، فهينفع في جميع الاحوال. او ممكن تحطيها في كاسات الجيلي، هيبقى حلو قوي برضو. وممكن تعمليها في البولات بتاعه الازاز اللي هي بتاعه الرز بلبن وكده هوت، فهتبقى معاكي تحفه تحفه تحفه.
يعني اعملي الشكل اللي يريحك او المتاح عندك، مفيش مشكله. كده بعد ما دوبت الجيلي الفراوله بالميه اللي بتغلي، ضفت عليها الميه الساقعه ماشي، او المتلجه، واصبها على الصينيه. طبعا الاولاني متماسك. انت بقى في الحاله دي عايزه تحطي فواكه تانية حطي، لو مش حابه خلاص. بس ارجع تاني واحطه في الفريزر. انا كده حطيته في الفريزر وطلع. عشان قبل ما اقلبه يا حبايب قلبي جبت خله كده وابتديت الحتت اللي انا خايفه ان تكون مثلا ماسكه فيها من التجمد بتاع الجيلي ولا حاجه، بالخله بمشي كده زي ما انتوا شايفين في الحواف كلها، من خارج ومن الجوه كده. واجيب سرفيس عندي او طبق كبير واقلب عليه الجيلي بتاعي. هتشوفوه بقى طبعا هيبقى شكله حلو جدا، الاولاد هيفرحوا بيه هياكلوه، هيبقى مبسوطين. الجو حر قوي الايام دي، ربنا يعيننا ويعين اولادنا يا رب ويعين الناس كلها. فهيحبوه جدا 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 جدا، وهيبقى برضو في نفس الوقت هيبقى مغذي علشان في الفواكه الموسمية بقى. يعني اي فاكهة موسمية عندك بتاعت الصيف حطيها، بس كان بيحبوها او ما بيحبهاش هياكلوها بالطريقة دي. شفتوا انا قلبتها بكل سهولة وشكلها رائع يا حبايب قلبي وجميلة جدا. اولادك هيحبوها باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الصيف انتوا عارفين بيحب الحاجات الحلوة المسكرة، وبيحب كمان الحاجات الساقعة قوي للاولاد. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ممكن تعملوها بانواع تانية. انا استخدمت في الوصفة بتاعتي هنا الاناناس وفراوله. بصوا بقى متماسك معاكم ازاي، والقطعه الجيلي بيخرج معاها القطع الفواكه اللي احنا حاطينها. بقول لكم ما تنسوش بقى في اللايك لو وصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو او عجبك الطريقه بتاعتي. حطي لي لايك وشير وكومنت حلو.